السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة الكروس والمرق والخفيف والمحشي بالشوكولاتة. الريزلت تاعو راح يجي مقروش، وهاد البنة تاعو عالمية. نقولوا بسم الله ونبدو على بركة الله. نحتاجو في الوصفة نتاع نهار اليوم نص كاس نتاع الحليب، كاس الا ربع نتاع الماء، ملعقة لافاني، ملعقتين نتاع خميرة الخبز، نحتاجو ملعقة نتاع العسل، ونحتاجو رشة نتاع الملح، 3 ملاعق نتاع السكر، ملعقة ونصف نتاع حليب بودرة نستخدموه كمحسن، ونحتاجو 500 غرام تاع فرينة و50 غرام تاع زبدة. لهنا أنا كنت فصلت السوائل عن المواد الجافة، يعني راح ندير كل واحدة بجيه. لهنا جبت لهنايا إناء ودرت فيه هذاك الكاس إلا ربع نتاع الماء، وزدت معاه نص كاس تاع الحليب، ونزيد معاه ملعقة صغيرة نتاع العسل. من بعد هنا راح نخلط كامل. من بعد ما نذوب هذاك العسل في هذاك الحليب الدافي والماء البارد، راح نضيف عليهم هذوك الملعقتين نتاع خميرة الخبز، ونمزج كامل هذوك المكونات حتى تتحلل هذيك الخميرة وتمتزج مع هذاك العسل. هنا بعد ما نكمل كامل ونمزج هذوك المكونات، نحط هذوك السوائل بجيه، ونروح نجيب غيسيبيو ونبدا نحضر في المواد الجافة باش نمزج كلش. لأن كنت جبت غيسيبيو وبديت نحط في المواد تاعي. راح نحط كأول مرحلة هذيك لافارين تاعي 500 غرام تاعي، يعني نص باطة إلى تاع الكيلو، ونضيف لها هذيك 50 غرام نتاع الزبدة. من بعد راح نضيف لها هذيك الملعقة والنصف نتاع حليب البودرة اللي قلنا راح تخدم لنا كمحسن، ونضيف عليهم هذوك 3 ملاعق نتاع السكر. الملاعق راح يكونوا كبار باينة. ونضيف لهم ملعقة تاع لافاني، ملعقة صغيرة نتاع لافاني، ونضيف لهم رشة نتاع الملح. من بعد ما نحط كامل هذوك المواد الجافة، لهنا وين راح نجي نسكب عليهم ونفرغ عليهم هذوك المواد السائلة اللي كنت خلطتهم كامل. من بعد ما نكمل كامل هذوك المواد الجافة تاعي، راح لهنا كنت كأول مرة بديت نستخدم هذيك سبوتيل، ولكن من بعد راح نستخدم يدي باينة، لأنه حاجة ما راح تجي كيما خدمة يديك حتى ولو خلطتها بالخلاط الكهربائي. من بعد لنا كيما قلت لكم راح نستخدم يدي، ونبدأ نعجن في هذيك العجينة، وندخل في هذوك المكونات مع بعض حتى نتحصل على عجينة طرية. لهنا راح نجيبها فوق البلو دو ترافاي تاعي، ونبدأ ندلك في هذيك العجينة تاعي، يعني حتى ترجع لي عجينة طرية. أنا بعد ما دلكتها كامل وتحصلت على عجينة طرية ولينة، راح نجيب خيسيبيو تاعي ونحط فيها هذيك العجينة تاعي، ونديرلها بابي فيلم، وراح نغلفها كامل ونعزلها على الهواء ونخليها تريح لمدة 45 دقيقة حتى لساعة، كل واحد دو كيفاش. بين ما راهي تخمر لي هذيك العجينة نتاعي، نجي لهنايا كثاني مرحلة نجيب 250 غرام تاع زبدة التوريق، ونقطعها إلى قطع طويلة، يعني راح نقطعها إلى مربعات، ونجيب لهنايا بابي فيلم تاعي، ونحط ورق الشفاف تاعي من تحت، ونبدأ نشكل في هذيك الزبدة بجانب بعض. من بعد راح نجيب بابي فيلم ثاني ونحطه فوقها.
من بعد ما نحط هذاك البابي الفيلم نتاعي من فوق راح نجيب لهنا الحلال تاعي ونبدأ نحلل في هذيك الزبدة حتى نشكل مربع ولا قطعة من الزبدة على شكل مربع. وهنايا أنا كنت بديت نحلل حتى تتلاصق ويتلاصقوا كامل هذوك المستطيلات فيما بعضهم. ولهنايا بعد ما حللت كامل هذيك الزبدة تاعي وشكلت كما قلت لكم قطعة على شكل مربع من زبدة التوريق. من بعد راح نخليها نحطها في المبرد فقط مش في الثلاجة، في المبرد ونخليها تريح هذيك الزبدة. من بعد هنايا بعد ما خليت هذيك العجينة تاعي تريح لمدة 45 دقيقة وخمرت لأنه أنا كنت فشيتها ومن بعد خليتها عاودة طلعت، راح نجي لهنايا نبدأ نحلل فيها. لهنايا وين تستحق التركيز لازم تركزوا معايا. نبدأ نحلل كامل في هذيك العجينة تاعي. من بعد ما نحللها نبدأ لهنايا نطوي لأنه الصح كامل في الكرواسو تاعنا هو كيفاش تطوي، كيفاش تدخل هذيك الزبدة. لأن بعد ما حللتها كامل راح نجيب الطرف الأيسر ونطويه ونجيب الطرف الأيمن ونطويه. من بعد راح نطويه ثاني من الجهة الفوقانية ونجي للجهة التحتانية لهنايا. هنايا بعد ما طويتها ثاني راح لهنايا راح نقطعها نعاود نحللها. هنايا راح نعاود نحللها ونجيب لهنايا سكين ونشكل نعاود نشكل ثاني مربع تاعي باش من بعد لأنه المربع باش من بعد في الطوية تاعي ما يخرج ليش جهة طالعة على جهة. هنايا بعد ما قطعتها كامل نروح نجيب ديك القطعة تاع الزبدة اللي كنت شكلتها ونحطها فوق هذه العجينة تاعي لهنايا. شوفوا لهنايا انا بعد ما ريحت لي ديك الزبدة كيفاش خرجت. شوفوا لهنا داك البابي فيلم تاعكم كيفاش فاش راح يساعدكم، يعني راح ينقلع بالخف وما يخليش هذيك الزبدة تاعكم تعييكم. لهنا راح نقلبو نقلع ثاني البابي فيلم تاعي من الجهة الثانية. من بعد ما نقلع هذاك البابي فيلم تاعي وبعد ما كنت شكلت ذاك المربع تاع العجينة وحطيتها فوقه لهنا راح نطوي هذيك الجهة اليمنى على الجهة اليسرى تاعي. ونبدأ نزير في هذيك العجينة تاعي على هذيك الزبدة. من بعد راح نجيب الحلال تاعي ونبدأ نزير في هذيك العجينة على هذيك الزبدة ونبدأ نضغط بهذاك الحلال على هذيك العجينة حتى نحسها تلاصقت لي مع هذيك الزبدة. من بعد راح نبدأ نحلل فيها وندخل فيها هذيك الزبدة. لهنا غير باش تدخل لي الزبدة راح نزير عليها وتسهل عليا العملية تاع التحلال. لأن بديت نحلل ثاني في هذيك العجينة تاعي مع هذيك الزبدة. هنايا بعد ما حللت هذيك العجينة تاعي كامل ودخلت هذيك الزبدة التوريق معها. لأن راح نجي ثاني نطوي نفس الشي نجيب الطرف الأيسر نزيد الطرف الأيمن، ولكن لهنايا ما راحش نضغط الجهة الفوقانية على الجهة التحتانية. نبدأ نحلل فيها ونعاود ثاني نبدأ نحلل نكرر هذه العملية حوالي 3 مرات وتكفي فقط. لأن كنت أنا ثاني كررت نفس العملية ونبدأ ثاني نحلل ونضغط غير بهذاك الحلال. ولهنا بعد ما حللتها كامل ودخلت هذيك الزبدة وشكلت مربع راح نجيب لهنايا ثاني بابي فيلم تاعي ونغطي كامل هذيك لابات تاعي اللي كنت شكلتها ندخلها للثلاجة لمدة 5 دقائق ونحطها في المبرد لمدة 10 دقائق. لأنا راح نضيف عليها ثاني قطعة ثانية من الجهة السفلى أو من الجهة العلوية لأنه أنا كنت قلبتها ونزير كامل هذاك البابي فيلم عليها.
A few moments later. لأنا بعد ما جازت هذيك الربع ساعة تاعي نجيب العجينة تاعي ونبدأ نحلل فيها ثاني. هذه العملية تعرف خي جدا عملية جد مهمة في الكرواسو تاعكم، في النتيجة نتاع الكرواسو تاعكم. كنت جبت ثاني لهنايا شوكولاتة تاعي، قطع الشوكولاتة اللي هما نخدم بهم باش نحشي بهم هذا الكرواسو تاعي، ونبدأ نحلل ثاني في هذيك العجينة تاعي. ونبدأ لهنا في ثانية، ما راحش نكرر العملية بزاف، حوالي مرتين فقط ونطوي، يعني نحلل ونطوي ومن بعد ثاني نعاود نرجع نحلل ونطوي. ولا هنا بعد ما حللتها كامل وطويتها راح نجيب ثاني سكين ونشكل المربع تاعي ولا المستطيل تاعي باش يعطيني لهنايا قطع تاع مستطيلات، لانه راح نقطعها الى قطع طويلة وكل قطعة راح نقطعها على اثنين باش نشكل مثلثات. لانا نجي نقلع هذوك الزوائد تاعي كامل. من بعد ما نحي كامل دوك الزوائد تاعي نجي كل واحد دوك كيفاش انا لأنا كنت كيلت باربع صباحتين تاعي، ونبدا نقطع في هذيك العجينه ونشكلها الى مستطيلات. ومن بعد كل مستطيل كما قلنا راح نقطعه من الجانب الى الجانب، يعني راح نشكل مثلثات. شوفوا لنا انا كيفاش راني نقطع. ونبداو في التقطيع تاعنا. التقطيع راح يكون سهل لانه لاباط تاعكم راح تكون فيها الزبدة اللي كنتو درتوها في التحضير كأول مرحلة، واللي كنتو حشيتوها ثاني. ولكن في الأول أنا كنت استخدمت زبدة عادية مش زبدة التوريق، من بعد راح استخدمت زبدة التوريق. لأن كما قلنا راح نبدأ من طرف إلى طرف ونبدأ نشكل في المثلثات تاوعي. ولهنا كنت جبت سنيوة تاعي باينة راح ندهنها بشوية نتاع الزيت، ولا كان عندكم بابي كويسو ديروا لها بابي كويسو، كل واحد وكيفاش. وهاد كنت شكلت الحبة الأولى تاعي، ودوك نوريكم كيفاش بديت نشكل في هذوك الكرواسو تاعي. هذه كانت الحبة الأولى، راح نوريكم لهنا بعد ما بقى لي زوج حبات توالى. لأنا راح نجيب المثلث تاعي نحطه بجيه، لأنا راح نجيب لافارين تاعي نذريها فوق البلوتو ترافاي تاعي. من بعد راح نجيب هذاك المثلث تاعي ونجيب حلال. هنا أنا عندي نوعين من الحلال، عندي الكبير وعندي الصغير، لأن كنت استخدمت الصغير. وراح نبدأ نحلل في هذاك المثلث تاعي حتى يتشكل لي مقطع طولي حتى يعني كاكي يتمدد لي كامل. من بعد ما يتمدد كامل في القاعدة تاعو، يعني الرولة كامل هنا ما بين تلكمش الكاميرا، راح نجيب السكين تاعي ونقطع هذا الطرف التالي كامل نشكل فيه قطعة بالسكين. ومن بعد راح نجيب الشوكولاتة تاعي ونحشيها ونبدأ نرولي في هذاك الكرواسو تاعي. ولأنه كل ما ترولوا رولي المرة الأولى الثانية الثالثة ومن بعد بدأت مدد في هذا الكرواسو تاعي، يعني مهما راك ترولي ومام تو راك تجبد للأطراف تاعك، يعني اليدين تاعك راك تسحب فيهم للأطراف. لهنايا بعد ما روليت هذيك الحبة نجي نزير هذاك الرأس نتاع المثلث تاعي نزيره مليح. من بعد لهنايا راح نشكل الحبة تاعي. شوفوا لهنايا انا بعد ما شكلته كيفاش خرجت هذيك الحبة نتاع الكرواسو. نكمل كامل الكمية تاعي ونخليهم يخمروا لي لمدة ثاني 45 دقيقة. A few minutes later. لهنا بعد ما خمروا لي كامل هذاك الكرواسو تاعي، جبت حبة نتاع البيض، ملعقتين نتاع الحليب، وملعقة صغيرة نتاع العسل. نمزج كامل المكونات هذو وندهن بهم هذاك الكرواسو تاعي. من بعد ما ندهن كامل هذاك الكرواسو تاعي نجيب لهنايا كل واحد وكيفاش. انا لهنايا كنت استخدمت الجلجلان وبعض خليته سامبل وبعض درت له شوكولاتة من الفوق. ندخل مع درجة حرارة 180 درجة ونشعله غير شوية من الفوق ونخليه يحمر في غرضه ويطيب من تحت
يعني راح تكون نتيجة الطياب بتاعه تشعلوا له من تحت، تقوروا النار من تحت وتقلوا له من الفوق باش ما يحمرلكمش بالخف ويطيب من الفوق ومن تحت ما يطيبلكمش. لأنا كنت بديت ندهن في هذاك الكرواسو تاعي لهنايا بشكل عرضي وليس بطولي. من بعد أنا ما ندهن كامل كما قلنا في السابق راح نديرلهم شوية تاع الزلزلان وندخلهم للفور ونتلاقاو في طبق التقديم تاعنا. وهذه لهنا بعد ما كنت طيبتهم وشوفوا لي لهنا النتيجة تاعها بعد ما كنت قطعتها وشوفوا لي ذاك الخفوفية تاعها. يعني كما قلت لكم في الأول راح تجيكم خفيفة ومرقة وراح تتقرمش. لهنا بعد ما كنت قطعتها شوفوا لي لهنا ذاك التوريق نتاع الزبدة تاعي كيفاش خدمني في هذيك لاباط وكيفاش طابت في الوسط. انا لهنا الشوكولاتة ما كنتش قويت كنت درت غير شوي شوي. وهذه كانت وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله.